علي معلول لعيب عمره ما كان محتاج شارة على كتفه عشان تحس ان هو كابتن للفرقة. من اول يوم دخل التتش وهو شايل الفرقة على كتفه في كل ماتش كبير، في اي وقت صعب دايما بتلاقيه اول واحد بيقاتل، بيلعب بقلبه مش برجله بس. ورغم كده الجمهور كان دايما مستني اللحظة دي، اللحظة اللي يشوف فيها الشارة بتترسم على دراع علي. الشناوي لو مش موجود طب معلول ياخدها، لا ده ربيعة موجود في الملعب، طب ربيعة طلع يا نهار ابيض ده محمد هاني كمان في الملعب، طب هاني خرج نلاقي كمان كريم ندفد لابس الشارة. يعني كنا حرفيا مستنيين الدنيا تفضى عشان نشوف الشارة بتروح لمين؟ لعلي. وهنا بقى جت اللحظة المنتظرة اخيرا يوم 4 مايو 2024، وبالتحديد في الدقيقة 60 من ماتش طلائع الشارة راحت لمكانها الطبيعي على دراع علي معلول. لحظة كأنها متصورة من سنين، لحظة الكل كان مستنيها، لحظة كانت محتاجة تتكتب بحبر ذهبي، مش بس عشان انها لحظة تكريم لكن عشان انها لحظة الحق. حق لعيب اخلص للنادي 9 سنين، لعيب عمره ما اشتكى، لعيب عمره ما تخلى، لعيب عمره ما اتأخر، لعيب هو المعنى الحقيقي للثبات والحب. اللحظة دي مش بس فرحت علي، اللحظة دي فرحت جمهور الاهلي كله عشان حس ان الراية وصلت للراجل اللي يستاهلها من بدري.